السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم فوزية تيفي. اليوم ان شاء الله رجعنا لكم فيديو جديد اللي هو الشهده، والشهده حلوه. شوف تبارك الله ما شاء الله كيفاش كتجي مفشفشه ومهويه من الداخل. اللي داقه عندكم غادي يسولكم على المقادير اللي فيها. تبارك الله كتجي منفوخه ومفشفشه ومحمره، كتجي زوينه. نيها باي حاجه عندك وتزوقها باللي بغيتي. تزين ديما تنقول لكم على حسب الرغبه. في الاناء ديالي عندي 450 غرام ديال الطحين. كندير الطحين يكون نوعيه جيده. كندير الطحين في الاناء ديالي. كندير معلقه ديال الخميره الفوريه وخماره ديال الحلوى. خماره ديال الحلوى وسطاشيه ديال فاني من فئه 8 غرام. وكندير معلقه ديال سنيده، وديما الملحه على حسب الذوق. وكندير ربع كاس ديال الزيت وبيض ديال البيضه، والصفار تنخليوه للتزيين. وكنعجنوا العجينه ديالنا بالحليب الدافئ، يكون الحليب دافي شويه، وكنبقاو نعجنوا حتى كتجمع لينا العجينه ديالنا وكتبقى خفيفه شويه كما كتشاهدوا، كما كيبان لكم في لا فيديو. من بعد ما كنعجنها ونجمعها كتبقى دي خفيفه شويه. هي السر ديال الشهده هي في الخفه ديال العجينه، تكون العجينه خفيفه. البريوش كامل تيبغي العجينه تكون خفيفه. من بعد ما عجنت العجينه غادي ندهنها بشويه ديال الزيت ونخليها في الاناء حتى يضاعف الحجم ديالها، وعاد نرجع ليها نغطيها بالسلوفان ونخليها ترتاح على جنب حتى يضاعف الحجم ديالها. من بعد ما تضاعف الحجم ديالها كندهن يديا بشويه ديال الزيت وتنغازي العجينه ديالي، كنخرج منها داك الهواء وكنقطعها الحجم اللي بغيت انايا. نتوما اللي كتحكموا في الحجم اللي بغيتو، الكويرات اللي بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار، نتوما اللي كتحكموا فيها. غنقطعها معكم وتشوفوا كيفاش كندير الحجم اللي كل واحد كيتحكم في الحجم ديالو. كنديرهم كويرات صغار. من بعد ما كملنا الكميه ديالنا ها اللي خرجت لينا، من بعد غنشد اول كره غادي نضغط على الجوانب ديالها وغادي ندير فيها شوكولاته الدهن. ممكن تخدموا باي نوع ديال الشوكولات، انا ما توفرش عندي الشوكولات درت شوكولاته الدهن. وكتجي معاها بشويه بحال هكايا بيديك صافي، تقرصيها كتخليهاش معجنه من الجهه باش ما تجيش من دايره. شوف تبارك الله كيجيو الكرات مقادين. كنبقى نحط في الطاوه ديالي، كنكون فرشه لها كاغيط ديال الفران. نكمل الكميه ديالي كامله بحال هكاك ونرجع معكم. هنا بعد ما كملنا الكميه ديالنا كامله غادي ندهنوها بالصفار البيض اللي درنا عليه قطرات ديال الخل وجوج معالق ديال الحليب. كندهنوها كامله بحال هكايا وكنخليوها تخمر تضاعف الحجم ديالها، عاد تنخشيوها في الفران كيكون سخون. هنا من بعد ما خرجت من الفران دهنتها بالكوفيتير ورشيتها بالكوك. نتوما تزين كديروا اللي عندكم واللي يعجبكم كديروه. تبارك الله ما شاء الله كتجي زوينه ومفشفشه. وخا العيا ما نشكرها لكم حتى غادي تجربوها غادي تعرفوا علاش كنهضر. الا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش الاشتراك في قناتي وشي كومونتير زوين ولايك، فضلا وليس امرا. بسلام عليكم.